تعالوا نشوف جمهور الاهلي قال ايه النهارده على نادي الزمالك اثناء مباراه الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري. طب يا جماعه، طبعا كلنا سمعنا جمهور الاهلي بيتريق على نادي الزمالك انه معهوش فلوس وبيلم تبرعات. طيب محدش قال لجمهور الاهلي قبل كده انه الاعلامي احمد شوبير، وللاسف بقول عليه اعلامي، قبل كده طلب من الجمهور انه يتبرع عشان تجيبوا صفقات زي تقريبا سيد معوض وناس كده؟ تصريح عدى عليا قبل كده والله، كان موجود برضو من شوبير الاعلامي بتاعكم بتاع قناه النادي الاهلي، كابتن النادي الاهلي. محدش قال لكم صح؟ بس انتوا تلموا تبرعات عادي. طيب محدش قال لكم ان تركي الشيخ قبل كده قال ان جمهور الاهلي جمهور مناسبات بيحضر عشان الوجبه، ولو قطعت عنهم الوجبه مش هيجي؟ وما سمعتش حد يعني اتكلم خالص عن الموضوع ولا قدر يهاجم، صح؟ ليه؟ طيب محدش قال لكم ان جمهور الاهلي بيروح يشجع بيراميدز عشان الوجبه؟ طيب محدش قال لكم انه تركي الشيخ قبل كده برضو اتهم اداره الاهلي بان هم حراميه زي حراميه الساعات كده لما قالوا؟ محدش قال لكم صح؟ طيب محدش قال لكم ان انتوا ممكن تركزوا في فرقتكم احسن مثلا؟ طب احنا ناس عندنا ديون ومشاكل ماليه ومع ذلك متماسكين كفرقه، لكن انتوا ايه حجتكم؟ مالكوش حجه ومع ذلك في اخفاقات، صح؟ زي مثلا النهارده مباراه الاهلي والاتحاد يا جماعه كان ممكن تخلص لصالح الاتحاد، وعلى اقل تقدير خالص التعادل. تمام؟ هتقولي ليه؟ هقولك بشكل بسيط جدا. اولا ضربه الجزاء اللي احتسبت للاهلي مش صحيحه. تمام؟ والا بعد كده بقى يا ريت اللعيبه تقطع ايديها بجد والله، اصل هي ايديه كانت في محيط جسمه ومش مكبراها، بس طبعا الزاويه اللي عاد منها حكم الفار اللقطه اوحت للناس كلها وانا اولهم ان هي ضربه جزاء، صح؟ طيب هل نقف عند كده؟ خالص، لسه المباراه فيها كتير. ما شفتش النهارده ياسر ابراهيم وهو بيعترض على الحكم وبيعمل له اسكت؟ ما شفتش، بس شفت لاعب الاتحاد صح لما كان بيعترض على الحكم عمل له ايه؟ طرده. لكن ياسر ابراهيم عيب، ما يصحش، عيب يا جماعه، هنطرد لاعب الاهلي؟ عيب صح؟ لكن جمهور الاهلي يركز مع فرقته اللي متكلفه مليارات ومع ذلك لم تقدم المردود المنتظر منها خالص، ولا عمره هيتكلم. طالما الزمالك فيه مشاكل هيدور في الزمالك، لكن يجي يبص على فرقته مش هيحصل. ومع ذلك الاهلي كسب النهارده بالتحكيم، وهقولها تالت، بالتحكيم. النهارده التحكيم جامل الاهلي بصوره بشعه بجد، الحكم والفار. تمام؟ ومع ذلك هيفضلوا يقولوا ان الزمالك بيتجامل من التحكيم. هيجيبوا سيره الاهلي؟ خالص مش هيجيبوا سيره الاهلي. تمام؟ اتمنى ان جمهور الاهلي يخليه في حاله. احنا فرقه تعاني ماديا، تعاني عن يعني سنين، احنا في تراكمات سنين، لكن الاهلي عمره ما كان عنده النقطه دي، لان مجالس الادارات بتاعته مش عايزه اقول، خلينا نقول بصراحه احسن من مجالس الادارات بتاعه الزمالك. بيفكروا في مصلحتهم بس في مصلحه النادي الاول. العكس عندنا، بيفكروا في مصلحتهم بعد كده مصلحه النادي، وللاسف ده اثر على النادي بشكل كبير، لدرجه ان احنا بقينا مديونين لكل اللاعبين السابقين تقريبا والمدربين السابقين وحتى الجهات الحكوميه في مصر زي اتحاد الكوره، الكهرباء، الميه، الشركات دي كلها عندنا غرامات لا تحصى. طبعا
اكيد ده مش عيب في نادي الزمالك خالص، لان لو بتتكلم عن التبرع قبل كده شوبير نادى ان انتوا تتبرعوا للنادي الاهلي، حتى الجمهور بتاعكم، جمهور الوجبه وال200 جنيه، ماشي. فاتمنى تخليكم في نفسكم، لان انتوا يعني المستوى بتاعكم عمال يتدنى قوي. يعني سمعت خبر النهارده بيقولك يا سيدي انه الاهلي مش محطوط ضمن الانديه المرشحه ان هي تاخد افضل نادي في افريقيا. طبعا في ناس طلعت كده وقالت ازاي المفروض الاهلي يعترض انه ازاي مش محطوط في القائمه. ممكن تقولي انجازات حضرتك ايه عشان تتحط في القائمه اصلا؟ طبعا محدش هيقول، محدش يتكلم، لانه الاهلي ما خدش افريقيا، حتى الدوري اللي خده ماشي مشكوك فيه واحتمال يتلغي، صح؟ لو بتتكلموا عن كاس العالم فانتوا طلعتوا حصاله، صح؟ طلعتوا حصاله بنقطتين. فممكن حضرتك تقولي انجازاتك ايه عشان تترشح لافضل نادي في افريقيا؟ يا ريت يا جماعه جمهور الاهلي يخليه في فرقته ويبص في فرقته، على راي سيد عبد الحفيظ. والله اي نعم هو نفسه ما بيبصش في ورقته، بس اتمنى